احنا هنشرح في الفيديو ده لو انت في مصر وعندك حد ليك عايش بره في السعودية في الكويت. عندك مثلا انت مسافر بره. فهل انا اجيب مثلا لو انا عاوز اجيب ساعات سمارت زي دي كده، اجيبها من بره مصر ولا اجيبها من مصر نفسها؟ بصوا، هو عموما الصين بتنزل حاجات كتير، يعني انواع كتير من الساعات يعني. بس يعني من خلال تجربتي من اللي بشوفه، بقول مثلا والناس بتجيلي من بره، يعني مثلا الناس بتجيلي من السعودية جايبة الساعات من دي. يعني تلات ارباع الساعات الاقي ناس كتير جايبين لي ساعات فيها مشاكل. تلاقي مثلا الساعة مش شغالة، الشاحن بايظ، مش عارفين يشغلوها. يعني ناس كتير بتجيلي مش عارفين يشغلوا الساعة. طب انت جاي من بره ليه؟ ده اول حاجة. تمام. بيكون فيها مثلا عيوب، خصوصا لو مثلا التاجر اللي شاري منك، تمام، اللي انت بتشتري منه هناك في السعوديه مثلا، عارف انك الساعه دي مسافره بره السعوديه، يروح بلد تاني، ممكن يجيبك حاجه بايظه يبقى بتاعه، يقول لك يديك اي حاجه، غير انها اصلا اسعار غاليه. يعني في ساعه اسمها تي 800، انا لقيت واحده جايبها لي، الساعه دي مكتوب عليها 145 ريال، يعني مثلا داخله في حدود 1400 جنيه، 1800. تمام. الساعه دي بالظبط عندي اختها والله وانضف منها. الساعه اللي كانت اصلا هي جايباها دي ما فيهاش لوك ومسامير، اربع مسامير من تحت. تمام. ومقاس صغير كمان. انا عندي بقى اللي هي الاوريجينال، اللي هي بتاعتها الاوريجينال نفسها، اللي هي تقفيل السين، اللي هي بمسامير، باربع مسامير واللوك، والشاشه 49. تمام. بكام؟ ب 450 جنيه. يعني انت مثلا ممكن، لو اي حد بقى بيفكر صح، تمام، خلي الفلوس دي تجيلك. لو حد مثلا يجيب لك ساعه من بره، خليه يحول لك فلوس من بره. تمام. و... وانت تجيبها من هنا، يعني انت تجيبها من مصر احسن. ليه بقى فوائد انك تجيبها من مصر؟ اولا هتلاقي فيه ريفيوهات كتير على اليوتيوب الاماكن دي، تلاقي ناس بتقول لك الساعه جبنا الساعه دي، طب شوف الفرق بين دي ودي ومش عارف ايه، وهتلاقي الانواع موجوده. تمام. هتروح عند التاجر، هتلاقي عنده كذا نوع وبكذا سعر. وهو برضو ما انكرش السعوديه، هي يعني مثلا السعوديه والكويت والاماكن الخليج عموما، يعني حلو في حاجه واحده. لو انت مثلا عاوز تجيب موبايل، الموبايل هناك بيكون ارخص من هنا. ازاي؟ يعني مثلا الموبايل ممكن تبقى جايبه فرق 2000 3، يعني مثلا الايفون مثلا 13 14 15 برو ماكس، ده هنا ب 60 دلوقتي، ممكن تجيبه هناك 55. بس انت تجيب اللي هو الموبايلات، البلاي ستيشن، اللي هي الحاجات، فاهم، اللي هي الاجهزه. لكن الاكسسوارات والساعات والايربودز والحاجات دي كلها، يعني مثلا انت ممكن تروح تجيب الايربودز ابل الاوريجينال من السعوديه، بس ما تجيبش الكوبي من السعوديه، تعالى حتى من مصر، فاهم قصدي؟ بيكون في فرق سعر في الحاجات اللي هي الاوريجينال. لكن مثلا شغل الساعات الالترا، طب اقول لك حاجه، الساعه الالترا نفسها اللي هي الابل، تمام، لو جبتها برضو من الخليج هتبقى ارخص، يعني فرق العمله والجمارك والحاجات دي هيكون ارخص. بس انا بتكلم في شغل اكسسوارات، يعني مثلا ايربودز، الساعات السمارت اللي هي الكوبي، مش الكوبي، اللي هي شبيهه الالترا، بقى نوع بقى كتير بقى يعني. يعني ما شاء الله الالترا عاد نازل منها حاجات، يعني حاجات منها اصليه التقليد، وحاجات كوبي. فاهم قصدي؟ الكوبي مثلا اللي انا قلت اللي كانت مع الست اللي كانت جايه لي، كانت برضه كانت ساعه كوبي، هي الكوبي الاصليه بتاعتها اللي قلت لك عليها، اللي هي بمسامير. تمام. مثلا اللي هو الايربودز، مثلا لو انت عايز تجيب ايربودز سيمي اوريجينال، هاتها من مصر. ليه بقى هاتها من مصر؟ هتقول لي ايه السبب اللي انا اجيبه من مصر؟ ما اجيبه من بره ورايح دماغه وخلاص كده. بص، هو من بره ممكن يجي لك حاجه فيها معيوبه وبتاع، تمام، لكن هتجيبها مثلا مفتوحة، ممكن يتقلب منك برضو، انت عارف برضو. تمام، عشان مفتوحة فحد يفتحها يلاقي حاجة ياخدها. الصح بقى انك مثلا ميزة مصر، ميزة مصر انك هتروح للتاجر، هتشوف الانواع اللي عنده، الاسعار اللي عنده، طبعا السعر اقل. تمام. بعدين هتجربها، يعني اهم حاجة تجربها. ما عرفتش مثلا، انت جربتها وشغلتها وقت تمام، رحت البيت ما عرفتش تتعامل معاها، هو التاجر لو فاهم، لو التاجر فاهم نفسه، تمام،
هيبقى فاهم يشغلها لك. فاهم؟ ده الصح، يعني التاجر الصح اللي هو ايه، يبقى المنتج بتاعه عارف يشغله، مش بيبيع وخلاص. يعني مثلا عندي، يعني تدخل عندي على القناه تلاقيني مثلا اي ساعه جايبها بنزل لها الريفيو بتاعها، بنزل لها اللي هو الشرح ازاي الانبوكسنج بتاعتي ازاي تشغله على الموبايل، وتعمل انبوكسنج للساعه، ايه المميزات وايه العيوب، وتشغله على الموبايل عن طريق البرنامج. بس فانا بقول مثلا لكن انك تجيبه من بره بالسعوديه ممكن تلاقي فيه عيب، فيه مشكله، وانا ما انصحش بكده يعني. انت مثلا ممكن تعمل حركه حلوه، مثلا تروح تجيب مثلا من السعوديه اللي هي الحاجات الاوريجينال بس. من مصر اللي عاوز تجيب ساعه سمارت هاتها. اقول لك والله ليها كذا فايده، هقول لك انا هعدهم لك. اول فايده، ارخص، يعني فرق العمله. الحاجات اللي هي زي دي اللي هي مش اوريجينال، اللي هي فاهم شبيهه بانواع تانية، متشابهه من كذا من نوع معين. حلو، يعني هيكون سعر رخيص، ارخص بكتير يعني. تمام، وهيفرق معاك يعني بفلوس تانية. ممكن تجيب يا اما موديل اعلى من اللي انت كنت هتجيبه من السعوديه، يا اما كنت هيبقى معاك فرق فلوس. اول حاجه دي. تاني حاجه، يعني اول حاجه اللي هو فرق السعر. تاني حاجه اللي هو انك هتجربها مش هيبقى فيها عيب. عشان لو فيها عيب انت مثلا هتجربها قدام الراجل. انا عن نفسي بجرب كل حاجه والله، للاسف يعني. لو في حاجه بايظه انا اللي بشيلها مش بترجع، عشان برضو الناس تبقى فاهمه كده. اول تالت حاجه. تمام. فانا عشان كده في تاني حاجه دي بخلي الناس تجرب الساعه قدامي ويجربوها وبتاع، عشان برضو مظلوم، ولا هم يظلموني ولا انا اظلمهم. ياخد الحاجه بقى يعمل بقى فيها اللي هو عايزه بعد كده، هو حر. لكن ما ياخدهاش مقفوله ويعمل فيها حاجه. تمام، ويرجع لي يقول لي اصل دي بايظه، اول ما فتحتها ما لقيتها كده ما اشتغلتش. وانا عارف انها شغاله كويس، بس انا ما فيش حد، في ناس للاسف، في ناس كتير ما عندهمش، يعني مش بيراعوا الحته دي، ما عندهمش ضمير في الحته دي، ممكن يبوظها. تمام. مش كل الناس طبعا، كل الناس على دماغي وعلى راسي، بس بتكلم فيها معينه. يعمل فيها يقول لي والله ما جيت جنبها انا لقيتها كده. لقيتها كده ايه يا باشا؟ انت اصلا رحت شحنت. يعني مثلا في ناس بيروح، هو غلط تشحن الساعه على شاحن عالي. يعني الشواحن اللي هي على 20 واط 30 واط ولا 40 غلط تشحنها عليه. الشحن العالي ده وغلط تشحنها على وايرلس، هو بيبقى جاي معاها الشاحن كده وايرلس. غلط تشحنها على وايرلس بتاع على ساعه تانية. تمام. يعني مثلا تي 800، التي 800 دي جاي معاها شاحن وايرلس. تمام. طب اخدت انا الشاحن الوايرلس بتاع الساعه اكس 9 الترا 2 اللي هو احدث منها ونوع تاني، ممكن للاسف يحرق الساعه، عشان ده مش الشاحن بتاعها. وكل الساعه ليها شاحن معين بيدعم الشاحن بتاعه، ولازم تشحنه بشاحن بطيء، اقل حاجه 15 واط 10 واط الحاجات دي. ففي ناس ممكن يبوظوا الساعه. تمام. وانت برضه، طب وبقى ضميرك بقى قدام ربنا، طب انا اللي مدالهم بايظه ولا هم اللي بوظوها؟ محتار. لكن لما انت تشغلها دي بيكون حاجه حلوه ليا كمان. اشغلها قدامهم، هو حر بقى بعد كده، هي طالما شغاله خلاص يعني ما بيبقاش فيها عيوب. انا معايا ديت اكس 8 الترا 2 من اول ما كانت نازله. تمام. جبتها ما شاء الله والله شغاله اهي ما شاء الله شغاله. الساعه 6 الا 5. بقى لها معايا سنه وشويه يعني. فاهم؟ يعني هو النوع اصلا مجربه، دي الشركه من دمياندو. هي الساعه دي حاليا كانت من سنه كانت ب 950، دلوقتي نزل عليها عرض حلو عامل 750 جنيه. طب ايه الاحدث؟ في حاجات احدث، في اكس 9 الترا 2، اكس 9 الترا. انا انصح تجيب الاكس 9 الترا 2 احسن، عشان الاكس 9 الترا آه الوقت 24 ساعه، لكن الالترا 2 ممكن تعملها 24 ساعه و12. انا ما عادش بشتغل اصلا في الالترا بسبب الحته دي، في الالترا اللي هي الاكس 9 الترا، بسبب الحته دي بشتغل في الالترا 2 عشان التحديث بتاعه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه كده قلنا ايه فرق السعر. تالت حاجه اللي هو تاني حاجه اللي هو تجربها قدامه. تالت حاجه لو انت مثلا مش عارف توصلها على الموبايل، هو يقول لك البرنامج بتاعها وازاي تشغلها وكده يعني. في ناس بيجوا لي وانا مش ببقى فاضي للاسف. تمام. يقول لك انا مش عارف اشغلها، افتح الساعه الاقيها فاصله اصلا. تمام. طب لو شغاله انا همسح بالموبايل بتاعي الباركود بتاع الساعه. تمام. واقول لهم البرنامج، يقول لي طب شغلها لي. طب انا مش فاضي يا جماعه، طب اعمل ايه طيب؟ أنا مش فاضي يعني. الساعه اصلا انا مش عارف اصلا نوعها ايه عشان اشغلها لي. انا عارف لو عارف نوعها. تمام. وهعمل فيديو على فكره. تمام. فيديو بعد ده ان شاء الله
فيديو ازاي تتعامل مع اي ساعه ايا كان نوعها، ايا كان نوعها، ازاي تشغلها على الموبايل والحاجات دي. الفيديو ان شاء الله الجاي عشان ايه؟ تبقى انت بروفيشنال في الحاجات دي، تبقى انت مثلا ماسك الساعه عارف تشغلها ازاي وعارف الدنيا بتاعتها ازاي. اي ساعه يعني تبقى خبير بقى بين اصحابك بقى، اي حد يجيب ساعه تشغلها له وتقول له الطريقه ازاي تشغلها. كده قلنا فرق السعر كده. اسمها ديت التشغيل اللي هو يشغلها لك ويطمن انها شغاله. إيه... تالت حاجه انها ازاي توصلها على الموبايل. دول اهم 3 حاجات. دول اهم 3 حاجات. غير كده والمهم ان هيكون اصلا الساعه اللي انت هتروح تجيبها من مصر لها ريفيوهات، فانت قبل ما تروح تشتريها تبقى عارف الريفيوهات وعارف هي شغاله ازاي والدنيا بتاعتها ماشيه ازاي والحاجات دي. يعني فاهم حاجات حلوه كتير يعني. بس فانا من رايي مثلا بلاش تجيب من بره. عاوز تجيب من بره يا عم انت حر، بس برضه يعني معظم الناس اللي جابوا من بره والله نفس المشكله ده حصلت بالظبط يعني. طب ليه تعملوا في نفسكم كده يعني؟ استنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، هعمل فيديو جامد جدا. ما تنسوش طبعا تعملوا لي سبسكرايب واشتراك، هينزل حاجات جامده جدا يعني. اي حاجه جديده هتلاقيها نازله ان شاء الله على القناه. والفتره الجايه ديت هبدا انزل فيديوهات كتير اللي هي الالكترونيكس. حاجات كتير جدا، انواع نازله الجديد، موبايلات، اكسسوارات، الحاجات دي كلها. تمام. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم.